الجيل هيدا الجديد يلي بيقولوا له الجيل زد بيشوف حاله علينا انه هو اكثر تطورا، اكثر تكنولوجيا. انا بقول لهم لما بروح بقعد بيناتهم وبشوفهم بس قعدات شباب وين اختفت قعدات الشباب والبنات بتضيع؟ بقول لهم انتم مفكرين حالكم عايشين؟ نحن بعمرنا ما كان في جلسة بالضيعة ما نكون شباب مع بعض وصبايا مع بعضنا. هلأ بس بتشوفون شباب على الحل. شو صار بجبل عامل؟ بكتير أمور تبدلت رح نحكيها بهالحلقة الجديدة من علمني يا جبل عامل كيف أرسيك. مثل ما قلت بالمقدمة، اختفت شغلة كتير مهمة من جبل عامل، هي قعدات الشباب والصبايا الحلوة. منلاحظ هلأ بتروح على أي كافيه أو أي بيت أو أي مكان بأي ضيعة بجبل عامل بيكونوا شباب لحال وبنات لحال، ويا ريت هالشباب قاعدين عم يحكوا مع بعضهم. هلا بتلاقيهم حاملين التليفونات وكل واحد عم يشتغل على تليفونه، ما حدا عم بيخاطب التاني. كتير بكرر لهم انه كان في عادات كتيرة وتقاليد كتيرة راحت من جبل عامل، وما بنعرف ليه راحت وكيف راحت. بنعرف انه للأسف بلش تروح تترافق مع عام التحرير، مع عام 2000، وكل ما نقدم سنة لقدام تتلاشى هيدي العادات. من العادات القديمة أو التقاليد القديمة خميس البيض. تتصوروا نحن بجبل عامل كنا نعمل شيء اسمه خميس البيض، وهيدا كان عيد نعمله نهار الخميس مع خميس الألام للطوائف اللي بتتبع التقويم الشرقي، يعني الروم الأرثوذكس. نهار الخميس كتحية وتضامن مع اخوتنا بهالبلد، ما بدي اقول شركائنا، مع ناسنا بهالبلد، خصوصا انه جبل عامل متنوع وفي قرى كتير مسيحية سواء مارونية او ارثوذكس. فكانوا ينزلوا الاولاد يروحوا على الحقالي خاصة بموسم الربيع، لانه هو بيكون دائما بشهر نيسان، وبيقطفوا كل انواع الدحنون. والدحنون هيدا مختلفين كتير على تسميته. رفيق علي احمد بمسرحيته قال الجرس، قال انه هو شقائق النعمان او الكوكوريكو. ولكن كتير نسوان عنا بجبل عامل بيعتبروا الدحنون هو كل هيدي انواع الورود يلي بتطلع ومشكلة الالوان من زهر ومن موف ومن اصفر، فبيعتبروا طلع الدحنون، مش انها خاصة هي بس بوردة شقائق النعمان او الكوكوريكو. فبيروحوا بيقطفوا الدحنون وورد الحصان والحلبة وبيجمعوهم كلهم قال بحطوهم تحت النجوم بالليل وبينقعوهم بالمي لحتى تاني نهار يكحلوا وجههم فيه وينقعوا فيه البيض. يعني بدل ما كانوا يلونوا البيض مثل ما بيصير هلا، بيخلوا هيدي الورود هي اللي تلون البيض. وتاني نهار بحملوه للولد اسمها تخميسة الولد، او هو كانوا يقولوا له كمان خميس المشايخ. بحملوه التخميسة لهيدا الولد وبيقولوا له امشي فيها. وكانوا مع البيض المسلوق بيروحوا ببلشوا المفاقسة. كان عندي خال لأمي ابتدع طريقة مهضومة جدا، هي انه عمل خشبة على شكل بيضة هو ولد، ويروح يفقس فيها مع الناس. اكيد الخشبة ما يصير لها شيء، فيكسر كل بيضات الاولاد وياخدهم هو. خميس البيض هيدا الاحتفال والعيد المهم يلي عرفوه اهل جبل عامل بلش يتلاشى مع بداية الستينات، بطل موجود. مثله مثل غيره كتير اشياء راحت. يمكن جيلي انا ما لحقوا، بس لحقنا اشياء كتيرة بطلت موجودة. من الاشياء اللي بطلت موجودة هي سهرات الشباب والبنات يلي كانت تتم بالبيوت ويتخللها دربكة وتزقيف او روايات نكتة او احاديث. هلأ بتلاقي البنات لحال والشباب لحال. السؤال هون بيسأل نفسه، بالعصر اللي عم نفكر نحن حالنا فيه تطورنا او تقدمنا او صار في عصر المساواة
عدنا لعملية الفصل بين الجنسين. هيدي اللي الأمور يلي ما كانتش مفهومة أبدا. ليه رجعنا لعملية الفصل بين الجنسين؟ إنه هل هالشي صار عيب رجع؟ من ضمن الفصل بين الجنسين هو منع النساء من مرافقة الجنازة. كانت النساء تمشي ورا الجنازة، بيمشوا رجال وبيمشوا النسوان ورا. بيوصلوا رجال على المكان اللي بتكون ساحة بيوقفوا بيصلوا، والنسوان بيروحوا على القبر يلطموا الميت. ولما بيجي بدنا ندفن نطلب من النسوان الابتعاد. كمان منعت النسوان. صار يصير بعد الحالات اللي تشز فيها النسوان تصر لعائلة الفقيد إنها بدها تنزل، ولكن هيدي راحت. بالحلقة الماضية قلت عن إنه كانوا يستعملوا عدة، يقولوا لها الهيئة مؤلفة من عدة موسيقى طبل وتزمير، وكانوا كتير يستخدموها حتى بالجنازات. لفت لي نظري من كم سنة بس انه بضيعة كفركلة المنكوبة المرمدة حاليا استخدمت هيدي الشغلة، وعجبتني كتير انه بعد في كرة متمسكة بهيدا الموضوع. عادات كتيرة اختفت بجبل عامل. بتمنى قبل ما كفي اللي عنده عادات بيعرفها انتهت او بطلت موجودة يعلق بالتعليقات على اسفل اليوتيوب لما بده يذكرها. كان في شغلة حلوة يعملوها كمان، هي الاستعارة من الجيران. استعارة حبة حامض، استعارة حصتوم، او نودي صحن اكل فبيرجع صحن الاكل كمان باكل. كمان هيدي عادة للأسف الشديد بلشت تختفي بجبل عامل. حتى بعاشورة كانت النساء تعتب أو تقول عزاء أمام الرجال. هلأ صار كمان ممنوع صوت النساء يطلع. في أهم شيء اللي كنا نحن بنضلنا نقوله هو المنديل. منديل أمهاتنا وجداتنا اللي غاب، وكلنا بنعرف انه هيدا المنديل كان ابيض وبينتلبس فيه. بنقول له بالجنوبي قمطة، بتحط المرأة على راسها بتقمطها وبتحط المنديل وبتلفه هيك وبتشكله من هون. كان يهدي، ما بعرف كيف كان يهدي مع اماتنا وجداتنا. هلا بيقولوا ما بيهدي، وحل محله هيدا الاشارب او ما بعرف هيدا اللباس مع الدبوس. وهيدا لم يكن ابدا لا من لباس ولا من عادات جبل عامل. بعدنا بنشوف النساء الكبيره بالسن او بعض النسوه بعدهم لتاريخ اليوم مصرين انه يلتزموا بهيدا اللباس. في شيء حلو كمان بخبره لهيدا الجيل الجديد اللي هلا رح تعرفوه، هو انه ما كان في مثل هلا هيدي الاعراس. في عرس بالضيعه وما ضروري حدا يعزم حدا، كان ما كان بيروح. هيدي شغلة كانت كتير حلوة انه في عرس هون نروح له، يعني كأولاد نروح له على هيدا العرس. هيدي كانت تخلق كتير نوع من العلاقات الحميمية والعلاقات الإنسانية والود بين الناس. هيدي أكيد اختفت. هلأ صاروا بيتقاتلوا على العرس وبيتقاتلوا على الدعوات، وكم شخص عازمني وكم شخص ما بيقبل يجي. من فترة عندي بالميرية لفت لي نظري، صارت مرتين انه شاب وصبية عملوا عرسهم على الطريقة القديمة بالطبل وملتزمين دينيا، وعملوه بساحة الضيعة وبدون ما يقولوا لحدا. فنزلنا كلنا حضرنا وكنت كتير مبسوط لإعادة التراث لأشياء حلوة ومنا مكلفة. يعني هلا عم يدفعوا على العرس 25 و30 ألف، هيدي كانت منا مكلفة وكانت موجودة. بذكر آخر مرة بضيعة الميرية سنة 96 وقت فازت لائحة الثنائي بالانتخابات. دبكت الناس عنا على الساحة، رجال ونسوان ماسكين ايديهم بايدين بعض وكانوا عم يدبكوا، ومصوروا انا شخصيا فيديو. هيدا كان اخر مرة يعني من 30 سنة انا بشوف بضيعتي ناس عم تدبك نسوان ورجال، وزالت هالعادة كليا.
شو صار فينا؟ هذا السؤال لازم نضل نسأله. هل نحن أهلنا نفسنا للمذبحة اللي عم نتعرض لها هلأ من كل النواحي؟ شو صار فينا؟ هجرنا الحياة، هجرنا الفرح، هجرنا الحب، هجرنا بيوتنا حتى. شو صار فينا لحتى عم نركض على الموت أو الشهادة بإيدينا وبجرينا وعم نهلل لهالشي؟ فهل الإنسان مثل ما بيقول أحد الفلاسفة لما بيتخلى عن ماضي، يعني منفت قديم وتاه عن جديده، لما بيتخلى عن ماضيه وتراثه ببطل يعرف يروح لقدام فبيروح على المتاهة؟ هل هيدا هو الشيء اللي صابنا؟ هيدا السؤال بهيدي الحلقة بالذات المختلفة هو اللي لازم كلنا نحن كأبناء جبل عامل نسأله لنفسنا مع هالإبادة، مع هالمجزرة اللي عم نتعرض لها، يلي هل هو نوع من أنواع العقاب؟ هل كنا عاملين شيء؟ هل غلطنا بحق تاريخنا؟ هل غلطنا بحق أنفسنا؟ ليه عم بيصيبنا هيك؟ ليه ما عرفنا نحافظ على مكتسبات النصر أو مكتسبات منطقتنا يلي الغنية كانت بكل شيء، خصوصا بعد ما شفنا بالأسابيع الأيام الأخيرة قرى بأمها وأبيها عم تنسف، وأهمها كان الأنطرة يلي فيها مطحنة تعود لناس من عنا من الميرية عمرها 400 سنة، وأنا زايرة ومستمتع فيها ومصورة مطحنة المطاحن، لأنه زمان كانوا يطحنوا الحبوب على مطاحن المي، ينطروا المي لتجي، فهذه المطحنة نسفت مع كثير من الآثار اللي نسفت. هل نحن بددنا تاريخنا؟ يعطيكم ألف عافية، نلتقي بحلقة جديدة من علمني يا جبل عامل كيف أرسي.